احنا كسبناكم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. مساء الفل. الخطة كالتالي: احنا هنلاعب صلاح وجاكبو وايزاك، الثلاثة عندهم سرعات أسرع من الدفاع اللي عندنا، فاحنا هنعمل إيه بقى؟ هنلعب بماجواير وديليخت وشو عشان نبقى أبطأ ناس في الكوكب ويبقى عندنا عذر نخسر الماتش. نص الملعب بقى كاسيميرو جنبه برونو، عادي بتحصل كل ماتش. يمين ديالو، عادي بتحصل كل ماتش. شمال بقى دالوت، انت اصلا فشلت قبل كده فيها، فانت حاطط بقى المره دي دالوت قدام شو عشان الاثنين يواجهوا صلاح. الثلاثه اللي قدام بقى سيبك من ان هو هيلعب بكونيا ومبومو، انت الثالث بتاعهم هتلعب بمهاجم وهمي ماونت ولا بتلعب براس حربه؟ انا ما اعرفش هو مركزه ايه في الملعب، بس هو حرفيا هيبقى مهاجم وهمي. عشان انت دلوقتي ماتش زي ده بدل ما تنزل واحد يخبط مع فان دايك وكوناتيه زي سيسكو بطوله ده ينزل يتخانق معاهم شويه، انت حطيت لهم ماونت وهمي. لا انت فاهم ان انا بقول ان هو وهمي كطريقه اللعب؟ لا هو وهمي حرفيا، مش هيعمل حاجه معاهم دول. فانت بقى بدل ما تنزل لي يورو سريع معاك في الدفاع شويه، تنزل لي دورجو يكارك مع صلاح شويه، احنا نلعب بقى بمنتهى البطء وننزل بدل ما يبقوا بقى لنا 9 سنين ما بنكسبش ليفربول في انفيلد هيبقوا 10 النهارده. وطبعا ده الماتش اللي هيرجع بقى صلاح فورمه، عشان هو سلوت لما بيلعب بسوبوسلاي باك يمين صلاح بيبقى معزول عنه تماما، وبتبقى الحته دي صلاح بيدخل بقى في قلب الملعب او يخش في الزحمه لوحده، ما بيعرفش يتصرف او بيبقى عليه ضغط، فهو ده اللي يمكن مخلي صلاح اصلا مش بالفورمه اللي بنشوفها المواسم اللي فاتت. فالراجل بقى اذكى منك، لعب ببرادلي باك يمين وسوبوسلاي هو اللي هيلعب 10 جنبه، وسايب لك بقى فيرتز اللي ما بيلعبش كويس من اول الموسم على الدكه، واحنا النهارده هنتهان ونجيب ناس تتهان. وبعدين يا ابني ما انت في المؤتمر الصحفي امبارح بتقول ان الكلام مع الاداره بيديني ثقه وان هم بيشيلوا من عليا الضغط، بس الضغط ده بيرجع لما احنا ما بنكسبش وبنتنيل على عيننا. طب يا حبيبي ما توريني هنعمل ايه في الملعب؟ بقول لكم ايه، بلاش نصيح بقى كتير قبل الماتش عشان احنا شكلنا هنصيح كتير قوي بعد الماتش. جول 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 1-0 اول دقيقه، ابلع طلعني يا برونو، يا سلام يا عمده، يا سلام يا مبومو، ولع ولع. ماتش سهل يا جماعه. باش احب اقول لك ان فان دايك هو اللي موته، احنا ما جيناش جنبه. اولي 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 اولي، الله على الجون اللي من غير فزلكه، سجلها بالقدم الغير مفضله في الشباك المفضله. احنا سجلنا في الدقيقه الاولى، بعدها 3 دقايق بنعالج اصابه، بعدها 5 دقايق مش شايفين قدامنا. ايوه يا حكم فاول عليهم، يا حكم كاسيميرو اللي ضربه يبقى فاول عليهم. 14 دقيقه ما فيهمش اي حاجه مهمه غير الجول. ليفربول بيحاول يهاجم من نص الملعب، مش عارفين يخترقوا الكتله الدفاعيه اللي عاملها مانشستر يونايتد. ان شاء الله يكمل كده، الدفاع ده مخلينا عارفين نمسك نفسنا ورا وبنطلع بالطويله او بنطلع حتى بالمرتده من عند مبومو، وهو ده اللي وصلنا مره واحده كمان بعد الجول. يا رب نعرف نكمل كده، ولو سجلنا التاني هيبقى يعني مانجا. لكن غير كده مفيش اي كوره من ليفربول عملت اي خطوره، الا لو اعتبرنا الكوره بتاعت فان دايك اللي حاول يلعبها بدماغه دي يعني ان هم وصلوا. اوعى تحسب ضربه جزاء. يا نهار اسود، ملعونه يا عرضه الشناوي. الولا خاكبو حط كوره اللي هي نظام ار2 دي، راحت رنت في العارضه ورنت في قلبي. تريبيوتو جوتا، عدي يا ديالو، يلا يا ديالو، ودي يا ديالو التاني. روحي ازاي دي؟ 25 دقيقة ليفربول معاهم الكرة أكتر، بيحاولوا يضغطوا أكتر، لكن مانشستر أخطر. هو إيه اللي حصل؟ هو ماونت عمل إيه؟ بتقلش يا دالوت الكلب. كل اللعيبة بتنزل الملعب لابسين ستارز إلا دالوت بينزل بشبشب الحمام. بيقول لك بقى سلوت زعلان إن مانشستر ما بدأش بسيسكو، قال عشان كانوا بيبدأوا بيه الماتشات اللي فاتت، فالمرة دي فاجئونا وغيروا في التشكيلة. وانا المفروض استأذن منك؟ انت مالك؟ انت مال امك؟ انت مالك؟ وانت مال اهلك؟ وانت مال شكلك؟ وانت مالك انت؟ مش قصتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا موضوعك ولا موضوع يورجن كلوب خالص. بيرفعها راحت جايه في العارضه. عايزانا يا جماعه؟ يا رب والنبي نكسب يا رب، احنا غلابه يا رب. يا نهار اسود على البطء اللي لوكشو فيه. ودي يا كونيا، روح يا كونيا، العب يا كونيا. كونيا. الدقيقة 35 ولاعيبة مانشستر كلهم رجعوا نص الملعب بتاعنا خلاص، اللي هيعدي نص الملعب امه رقاصة. يالا دالوت، يالا الحلاوة دي يالا. طب ما دي انذار يا حكم. خاكبو لمح الجون طالع. ايوه نشف الكرة في الفانيلا ولف بالكرة في وشه. ديالو عمل واحدة خميس كاكا على واقف كده. على قد ما هم بيهاجموا، على قد ما مانشستر ضاغطهم ان هم مش عارفين حتى يوصلوا بالكرة لما لعبوا كورنر، فجرافنبرج رجع الكرة لورا. ديالو ومبومو ما شاء الله عاملين ماتش هايل على كيركز. حلو قوي الشوط يخلص 1-0 دي. خلينا نبدا الكلام بين الشوطين عن ليفربول مش عن مانشستر يونايتد، لان ليفربول عندهم مشكله في الحته اللي بين الدفاع وخط النص. لغايه دلوقتي مانشستر مستغلينها كويس قوي. الجون اللي دخل
كرة تبان انها كرة عادية جدا مشتركة بين 2 مدافعين ومهاجم اللي هم في الحالة دي كانوا ماكاليستر وفان دايك وفي وسطهم بومو. الكرة تسقط لبرونو يستلمها يودي ديالو على اليمين، يكون براين بومو طلع له لقدام شوية يلعبها له بوش رجله الخارجي من لمسة واحدة يحطها جول 1-0 لمانشستر يونايتد. لكن فان دايك في الكرة دي عمل مصيبتين. المصيبة الأولانية ان هو طلع في الكرة مشتركة مش شايف، فطلع هو طبعا اللي خبط ماكاليستر، فطبعا عطله عن الكوره والكوره وقعت بمنتهى السهوله لبرونو، او حتى لما عافر عليها مبومو عرف ياخدها يوصلها لبرونو. المصيبه الثانيه بقى ان هو الكوره دي كان المفروض فان دايك اللي يغطي فيها على مبومو، كان هيعرف ياخده في ظهره ويمنعه انه يوصل، لكن لا، من حسن حظنا كالعاده فضل ان هو يشاور لكوناتيه، فطبعا كوناتيه اصلا كان معاه واحد تاني راح يغطي، كان وصل متاخر، عرف مبومو يسجلها 1-0. بقيه الشوط ما فيهوش كلام كتير، ما فيهوش حاجه حتى تكتيكيا او خططيا نتكلم فيها. كل اللي بيحصل ان مانشستر متكتل دفاعيا، حتى لما بيطلعوا هجوميا بيطلعوا تقريبا ككتله واحده. بنلعب ان احنا بنقفل نص الملعب، بنحاول نتكتل قدام منطقه الجزاء وحتى جوه منطقه الجزاء، ولو ان ليفربول ما بيوصلش كتير لمنطقه جزاء مانشستر يونايتد. ولما بيطلعوا بكره طويله او بيطلعوا بكره على اليمين تودي بقى الجبهه اللي هي فيها كيركز اللي بيلعب عليه مومو وديالو. النهارده ماتش عالي قوي. انا ما اعرفش ليه لعيبه ليفربول تحس ان هم مسلمين كيركز للعيبه يونايتد النهارده، بس حلو في مصلحتنا فمش هنشتكي. بقيه الشوط فرصتين خطر ليونايتد، منهم واحده بتاعه برونو، فرصتين خطر لليفربول اللي جت في العارضه واللي جت في القايم. اكتر من كده الماتش كله في نص الملعب. واضح ان استراتيجيه اموريم للماتش ناجحه لغايه دلوقتي. لازم نفضل مقفلين نلعب بنفس الطريقه. يمكن بعد الدقيقه 70 ممكن ينزل سيسكو يمسك بقى كرة شويه او يخبط مع الدفاع شويه، لو عرفنا نخطف الثاني هيبقى زي الفل. يلا يا ولاد، حلوه قوي 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 الارتداد الدفاعي اللي اتعمل ده. تحرك لوك، شوف الهجمه اللي اتعملت علينا اول الشوط الثاني دي يدرس. فضل يتحرك بطريقه تقفل الزاويه ان هو صلاح ما يتلعبلوش الكوره، وراح قاطم مره واحده لجوه، عرف يقفلها كمان على خدبه وخد منها فاول. شكلهم كده الشوط الثاني نازلين يلعبونا جون مشترك وشكله هيبقى شوط طين. يا نهار ابيض، الحمد لله 3 كرة في العارضة، عايزانا والله. خاكبو جايب هاتريك في العارضة. مومو بيلعب لعب شوارع، اللي بياخد منه الكرة بيعلق رجله. انت عايز تاخد مني الكرة وانا كورك 7 دقايق واحنا بنلعب بطريقة وعهد الله ما في كرة هتتلعب، والكرة دي لو جت هنا هفسيها. يا ابو صلاح اجيب لك جيبوتي؟ انت لوك شو ولا مين؟ نيستا ولا مالديني ولا مين؟ كاسيميرو دخل موت صلاح ولا الحكم جاي يديله انذار، راح عامل واحدة الشنطة فيها كتاب دين. وديه هو تاني، وديه هو تاني، وديه هو تاني، وديه هو تاني، وديه هو تاني يا كونيا الكلب. استر يا رب. بس يا عم بالبونين اللي انت لابسه ده. سيسكو نازل مكان ماونت. هو ماونت كان بيلعب؟ انا مش مخوفني غير الكتيكي بتاعهم اللي نازل ده. التغييره بتاعت برادلي اللي خرج دي معناها ان انت كده سوبوسلاي هيلعب باك يمين. اموريم لو استنى دقيقتين بس ما كانش طلع ديالو. الكتيكي انت نازل اول كوره تخوفنا يعني. جميل يا صلاح. لا فان دايك مش ممكن اي كوره بيلوم على زمايله. قال لك كابتن. 21-22 دقيقه تقريبا من الشوط الثاني زي ما توقعنا بالظبط. ليفربول بيضغط على مانشستر يونايتد، حاطينهم في نص ملعبهم. يونايتد بيلعب على المرتده، الكور حتى اللي راحت كانت غالبا يا مرتده يا ركنيه لما طلعنا. لكن لغايه دلوقتي الحمد لله ليفربول مش خطر. حتى الكره بتاعت صلاح كانت مضحكه جدا، حاولوا يوصلوا، وصلوا مرتين 3، لكن مفيش اي حاجه خطر غير الكره بتاعت جاكبو اللي جت في القايم ما شاطش. اوي الواد اكتيكي رجله ما بتجليش قطر يا معلم، ما بيقفش. بقول لك ايه، 5 دقايق بقى وطلع لنا يورو ماينو من الفريزر عشان ينزلوا يخلصوا لنا بقى الماتش ده. انا بحب لامنس قوي. ايزاك مساء الخير، عامل ايه؟ مبسوط معاهم في ليفربول؟ طب والله فيها، عشان هم بداوا يطلعوا كلهم قدام وفي مساحات قد كده في الخط اللي ورا بتاع ليفربول، بس طلعت مش قد كده فرقه ليفربول دي. حد يموت الواد ده، حد يموت الواد ده. ليه العجن بقى في منطقه الجزاء ده هو اللي لبسنا. يا ديني على ال 11 دقيقه اللي جايين دول توتر بس. سخنوا طبعا والجمهور سخن وربنا يستر على ال 10 دقايق دول. ما قلت لك 5 دقايق وتنزل يورو ماين وبتنزلهم دلوقتي بعد التعادل؟ يلا ما تقع، يلا خد بلن، يلا جول جول جول. الله ماجواير يا ولد يا برونو على الاسيست اللي من لمسه واحده يا ولد. ماجواير طلع حط واحده من بتاعه عماد متعب في ماتش الجزائر. انا بحب عامر الخزيري قوي. قلبي هيوقف يا نهار اسود. الحمد لله هموت. الكرة عايزانا نمسك نفسنا شويه الدقيقتين دول. 8 دقايق احنا بنلعب الزمالك. هدي بقى على مهلك قوي يا لامنس. انا عايزك تطلب حجرين. 8 دقايق اطول من بيتر كراوتش. صفر يا حكم. يا
عزيزي المشاهد خلينا ناخد لحظة ونضحك على ليفربول. قول ورايا، مانشستر يونايتد كبير انجلترا. ليفربول اول مره يخسر 4 ماتشات ورا بعض من 2014 لما كان مدربهم براندن روجرز. موسم الزحليقه ها. احنا مش هنتكلم على فنيات كتير، الماتش النهارده سيبنا لهم الكوره واحنا كسبنا، خلصنا. اموريم لو نجح في حاجه النهارده فهو نجح ان هو يعزل صلاح تماما عن بقيه فرقه ليفربول. ولا هو كان بيوصل له كور كفايه، ولا هو حتى لما كان بيستلم الكوره كان بيعرف يتصرف فيها براحته. وزي ما قلنا في الشوط الثاني، التغيير اللي طلع فيها برادلي وجاب فيها سوبوسلاي باك يمين عزلت صلاح اكتر، وبقى حتى كمان مفيش حد يسنده هجوميا. ده خلى مانشستر يونايتد يحد من خطوره صلاح تماما. بس حجمه الناحيه الثانيه كان خطير جدا، وحط 3 كور في العارضه. الماتش ده كان ممكن يخلص 3-4 لليفربول عادي جدا. بس احنا النهارده تحس الكوره كانت عايزانا، كذا مره الكوره تيجي علينا هجمه خطر غير الكوره اللي جت في العارضه وربنا بيستر. الفكره كمان ان مانشستر يونايتد طول الماتش تقريبا بيلعب على السكند بول، خصوصا الكور اللي بتيجي من ورا عند لامنز تسقط بقى لاي حد وناخد الكره الثانيه ونشوف هنتصرف نعمل ايه. الثنائيه بقى اللي على اليمين بتاعه ديالو ومبومو دي عملوا ماتش عالمي على كيركز النهارده، خصوصا ان كيركز النهارده تحس ان دفاع ليفربول مسلمه او الفرقه كلها مسلماه لمانشستر يونايتد. كان في مساحه غريبه بينه وبين بقيه الدفاع وبينه وبين نص ملعبهم، مخليه الجبهه اليمين بتاعه مبومو وديالو يتحركوا براحتهم، وهي دي الجبهه اللي احنا بدانا بيها اصلا وسجلنا الجول الاولاني بعد دقيقتين. اموريم تقدر تقول ان هو لعب بالطريقه الوحيده اللي كان ممكن يراهن عليها انها تكسبه الماتش، وقد كان. عارف يخلي الفريق يكون منظم جدا دفاعيا، ما يتحركش غير كتله واحده. لما يطلعوا بهجمه يا بيطلعوا مع بعض يا اما بتكون هجمه مرتده على ما واحد يروح يسحب بقيه الفرقه وراه. ده اللي خلاك تعرف تسجل مرتين. الدفاع طبعا كان فيه مشاكل، انت قفلت على صلاح، لكن الناحيه الثانيه كان فيها استباحه للجزء بتاع دالوت. خجبه وصل 3 مرات، حط 3 في العارضه وربنا سترها معاك زي ما كنا بنقول. لكن اجمالا الفريق ما كانش وحش خالص، بالعكس. النقطه المهمه هنا ان انت حتى بعد ما لبست جون وتعادلوا معاك، الفريق بعد ما كان بيبقى محبط قبل كده، لا المره دي عندهم روح وعرفوا يرجعوا في النتيجه تاني وتقدموا 2-1. حاجتين بقى مهمين اموريم عملهم النهارده فاجئ بيهم سلوت، وقد يكون هم دول مفتاح المكسب. اول حاجه ان هو ما بداش بسيسكو. واضح ان سلوت كان عامل حسابه ان مانشستر بيبدا بقاله كام ماتش سيسكو اساسي وهيبني الخطه على الاساس ده، لكن لما لقاه مش موجود خطته ارتبكت. وواضح ان اموريم نجح ان هو يلعب على سلوت في الحته دي. الجزء الثاني وده الاهم بقى، انت النهارده على عكس كل ماتشاتك في الدوري من اول الموسم ما اعتمدتش على برونو بشكل اساسي. برونو صحيح كان مفتاح لعب وهو اللي بيطلعك وهو اللي بيحركك في المرتده لقدام، لكن ما كانش هو اللي اللعب كله مبني عليه زي بقيه الماتشات اللي فاتت. صحيح ان اداء الفريق الشوط الثاني تحديدا نزل شويه بعد التغييرات اللي اتعملت، لكن ما تقدرش تقول ان الفريق ما كانش عنده شكل في الملعب. بالعكس الفريق كان واضح ان هم منظمين جدا، مركزين جدا، عندهم روح، والحمد لله عرفوا يطلعوا بالنتيجه. اللي كان مفاجئ جدا بالنسبه لي النهارده ماجواير، عمل ماتش هايل جدا دفاعيا. الكور اللي طلع فيها هجوميا كان موفق جدا، هو اللي جاب الجول الثاني. حتى في الدفاع عمل كليرنسز ممتازه في توقيتات ممتازه، وتقدر تقول ان هو فعلا كان شايل الدفاع النهارده. اللي كان مفاجاه رقم 2 بالنسبه لي بقى النهارده دالوت، فعلا عمل ماتش مش وحش خالص، كان كويس جدا دفاعيا، عرف يقف للاثنين اللي كانوا بيجوا ناحيته، سواء خجبه سواء حتى اكيتيكي لما بدا يتطرف لما نزل، سواء كيركز لما بيتقدم من الدفاع. فعلا عمل ماتش يستحق التحيه. اهم حاجه في الماتش ده ان انت اول مره مانشستر يونايتد من ساعه ما اموريم مسك يكسب ماتشين في الدوري ورا بعض، وده مهم جدا. تبدا تبني ستريك، تبدا تدي ثقه لنفسك وتدي ثقه للفريق، ونبدا نشوف الاداء احسن. يمكن كمان النهارده ما نقدرش نقول عليه ان هو كان احسن اداء خصوصا هجوميا، ولكن الفريق كان عنده روح وكان منظم. عملوا حاجه تقدر تبني عليها ونشوف اداء احسن من كده، وان شاء الله نتائج احسن من كده. في نفس الوقت انت مكسب النهارده ده خلاك 6 نقط بينك وبين الاول في الدوري. انا ما بتكلمش ان انت تلعب على الدوري، بس انت فكره ان انت حتى لو في التاسع بينك وبين الاول 6 نقط بس، بينك وبين ليفربول اللي هو الثالث والرابع 2 نقطتين بس. انت في الجيم تقدر تلعب، تقدر تتقدم، تقدر حتى لو بدأت تتقدم شكل افضل من كده في يناير لو دعمت الفريق تقدر عادي جدا توصل توب 4. سلوت بقى بعد الماتش كان بيصيح صياح طرب خصوصا على ال8 دقايق. فانت اول ماتش زعلان ان سيسكو ما لعبش، انا ما اعرفش انت مالك. بعد الماتش زعلان ان انت ادولك انت 8 دقايق عشان تتعادل. انا مش عارف انت كنت عايز ايه. الماتش الجاي مانشستر يونايتد وبرايتون من اهم الماتشات في المرحله دي، عشان انت دلوقتي كسبان ماتشين ورا بعض منهم ماتش ليفربول. لو كسبت 3 ماتشات ورا بعض فعلا الفريق بقى هيكون عنده دفعه هتعرف تبني عليها كل حاجه قدام. عايز اقول حاجه مهمه كمان، الجول بتاع مبومو النهارده اسرع جول في تاريخ مواجهات مانشستر وليفربول بعد 62 ثانيه بس.
ابلع. خلاص مش هنتكلم في تحليل ولا في كوره اكتر من كده، خلينا نروح نحتفل بقى لغايه الاسبوع الجاي. وما تنساش لايك عشان السير، شير عشان الشياطين الحمر، سبسكرايب عشان خاطري. استنى بس، رايح فين؟ لما تشوف زميلك بقى الليفربولي قول له ما تسمعونا حسوكوا ايه اللي حصل عندكوا ايه. سلام.